انا بقى عايزاكي اول لما تشوفي الفيديو ده تقومي تعمليه عندك فورا. كل شهر مطبخك هيبقى فل شمعة منورة. تاخدي كده ركن من اركان المطبخ، اذا كان دولاب البكوليات، اذا كان دولاب الكوبايات، الطواق، اي دولاب في المطبخ، تحت الحوض، اي دولاب، عايزه اقولك هيبقى فل شمعة منورة خلال شهر. تمام. كل شهر تقومي تعملي الخطوات البسيطة دي. ازاي يا بيرو؟ هقولك في الفيديو ده، كملي الفيديو لحد الاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين. النهارده بقى بصوا فيديو من الدرجة كده الممتازة عندي، اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها قوي، وبحس ان انا بجد مش نظافة كده هوت قدام الناس، لا نظافة بيني وبين نفسي. ان انا بخلي كل شهر كده اخد ظرفة من ظرف كده المطبخ، اذا كان بقى زي ما قلت لكم بتاع البكوليات، بتاع تحت الحوض، باخد الفرن برضو مرة. يعني بصوا كل شهر كده يا بيرو ليكي ان انتي تاخدي من المطبخ حاجة. الميكروويف مرة، الفرن تاخدي بتاع الدولاب، المطبخ. ايه تاني ايه تاني؟ قولولي معايا كده في الكومنتات، بجد بجد هتلاقي كده المطبخ بتاعك فل شمعة منورة، نضيف زي الفل. يجي عليكي مثلا عيد، يجي عليكي رمضان، او ايا كان اي مناسبة، هتلاقي المطبخ بتاعك جميل. حتى لو انتي مثلا داخل عليكي بقى ظروف، بقى في حمل، بقى مثلا في مناسبة مش هتقدري ان انتي تنضفي. بيجي علينا ايام كده يعني في المناسبات ما بنقدرش ان احنا ننظف التنظيفة العميقة اللي زي دي. فانت بقى بتكوني عاملاها كل شهر، بتبقي مميزة، بتبقي مطبخك مميز، انت مميزة بينك وبين نفسك، وكمان مميزة في النظافة. مطبخك كده بيبقى ما شاء الله اللهم بارك نضيف. تجيبي منه الكوبايات، تجيبي منه شوية البقوليات، الحاجة متنظمة وزي الفل. بتبقي انتي مرتاحة نفسيا جوه المطبخ. عايزة اقولك كمان هعمل معاكي تريكات، كملي الفيديو. بصي كل ما تكملي الفيديو هتاخدي شوية نصايح. النصيحة بقى بتاعتي اللي هقدمها لكم في الفيديو، ان انا كمان غير ان احنا بننضف مرة في كل شهر بناخد ايه ظرفة من الظرف يعني، كمان يا بنات هخليكي ان انتي تاخدي الكوبايات بتاعتك اللي بتبقى حرفها مثلا كده في سمار كده في الحرف، الكوبايه بهتانه مش فيها لمعه كده، لا، هتاخديها مع بيرو كده وتنضفيها وتخليها زي الفل. ازاي يا بيرو؟ اول لما تنضفي الضرفه بتاعت الطباق والكوبايات بتاعت المواعين والكلام ده كله، بتاخدي الكوبايات بتقومي بقى ايه، هتشوفي معايا في الفيديو هعمل فيها ايه. بس طبعا حطي لي احلى لايك كده من ايدك الحلوه، وكومنت كده منك قمر عشان خاطر ارحب بيكي. لو انت جديده اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ولو انت بقى بتشوفيني كده ومش مشتركه في القناه، لا اشتركي بقى عشان خاطر يوصلك كل جديد مني، وتتشجعي كده وتقومي تاكلي كده اي حاجه كده انا بعملها. يلا، هتدوسي على علامه الاشتراك على اللي تحت الفيديو عشان خاطر، والزرار اللي هو التنبيهات ده على الكل عشان يوصلك كل جديد مني باذن الله. اول لما انزل الفيديو لا تقومي كده تشجعي كده وتتفرجي على الفيديو. بس انا كده غسلت بالصابون وشطفت كده بالميه يا بنات، وبعد كده بنشف بقى. بصوا اللهم بارك، الضرفه بقت زي الفل جديده. انا عايزه كل حاجتي اللهم بارك تبقى جديده. كل لما حد يخش المطبخ يقول لي يا بيرو بسم الله ما شاء الله، الحاجه بتاعتك كده يعني جديده. ما شاء الله. انا بصراحه انا مش عشان الناس، انا عشان خاطري، يعني عشان خاطر نفسيتي انا يا بنات. انا بحس ان انا في النظافه اللهم بارك، لا حاسه براحه كده، ان المطبخ ما شاء الله منور وكده ونظيف اللهم بارك، الحاجات مرتبه، الحاجات منظمه كده، بيفتح نفسي ان انا بطبخ فيه بقى واحضر فيه الاكل وبقف كده بصوا وانا رايقه كده. تمام. يلا هوريكي بقى على الخطوه التانية، اللي هي بقى الكوبايات اللي بتبقى عندي بقى بهتانة، فيها سواد كده من جوه كده مطرح الشاي. المجات، خدي المجات وخدي الكوبايات وكله. لو عايزه كمان تاخدي الطباق تمام مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه ما خدتش طباق، خدت بس الكوبايات. هحط عليها بقى لهلوبه او تحطي عليها بريكس. تمام. اللي هو المنظف ده بيبقى حلو قوي، او ممكن تاخدي كمان لو عندك كروكس الوان،
الكيس ب10 جنيه ده خدي منه شويه وحطي عليه بقى كرور. كرور يا بيرو. ايه الخطوره دي؟ اقولك ما تقلقيش، شويه كرور كده ابيض بجد هيخلي الكوبايات معاكي بصي بتلمع كده عسل. خدي بقى كل الكوبايات والمجات بقى في حاجة كبيرة كده، ايا كان عندك ايه، وبعد كده بقى امليها بقى وسيبيها بقى ساعة ساعتين من بالليل لحد الصبح براحتك يا قمر. تمام. انا طبعا كنت عاملة الفيديوهات دي معاكم بس بعملها تاني عشان كل شهر ان انا بحب انظم كده المطبخ بتاعي. طبعا في بنات جديدة اهلا وسهلا بيكم، او ستات كده قمر هيشوفوا الخطوات دي يعملوها عندهم بسرعة. والله والله هتلاقي مطبخك ما شاء الله نضيف كده. كمان بصوا، دي بصوا بنضفها على طول. اللهم بارك، بتبقى معايا بصوا بتلمع كده اكن لسه يعني لسه جايبه المطبخ. بغسلها كويس، لو مثلا فيها صدى ولا حاجه برش عليها اللي انا عاملاه بتاع الدهون. تمام. وبعد كده بغسلها بقى بالميه والصابون والرغاوي بقى. بس كده. عسل. اللهم بارك. ربنا يدينا الصحه يا رب ويديكوا الصحه اللهم امين. اهو بصوا، بخليها بقى تنشف كده واخلي الكوبايات تتنقع كده يا بنات شويه. وبعد كده بقى بصوا بنشفها كويس من الميه عشان تبقى ايه تدي معايا لمعه، وفي نفس الوقت تبقى ايه ما فيهاش ايه نقطه ميه. هدخلها بقى في المجرة دي. في ناس ما عندهمش، في ناس عندهم مطبقيه عاديه ولا يهمك وزي الفل. حطي بقى كوباياتك واغسلي برضو، نزلي كل المطبقيه واغسليها المطبقيه ذات نفسها بميه وصابون ورغاوي وعلقيها وحطي بقى الكوبايات تاني. بس انا هنا يا بنات بقى كنت سايباها فتره طويله كام ساعه. بصراحه ما سبتهاش من بالليل للصبح، بس لما ساعات لما اكون بنوي بسيبها من بالليل للصبح كوبايات بقى بالميه بقى والصابون والرغاوي والكرور. وبعد كده اغسلها غسله كده محترمه. طبعا عشان فيها كرور خلي بالكم يا بنات البسوا بقى الجلافز. عندك جلافز كده لا البسيه بقى عشان خاطر الكرور بيحرق كده في الايد. انا عندي حساسيه من الكرور والحاجات اللي بتبقى فيها كده مواد كيماويه، فبلبس الجلافز بتاعي. يلا ما تنسيش بقى الكومنتات الحلوة واللايكات. قولي لي الله ينور عليك يا بيرو، او كلمة منك بقى او دعوة كده اهو، ولكي بالمثل. وما تنسيش اللايكات بقى عشان خاطر انت كده بتشجعيني ان انا انزل بقى فيديو اقوى من ده بإذن الله. طبعا لسه بقى بصوا سلسلة بقى لسه ان شاء الله برضو. أم، هنزلكوا برضو. الشهر اللي فات عملت ايه برضو؟ عملت تحت الحوض، روقته كده ترويقه محترمه. وعملت كمان ضرفه اللي هي الكاسات، بس ان شاء الله هنزلها معاكم. بصراحه بيريحني الفكره دي، بتريحني بصراحه. باخد كده حاجه بسيطه عشان ما اتعبش وفي نفس الوقت مطبخي زي الفل. يا ريت تقولوا لي بقى انتوا بتعملوا الخطوات دي ولا هتتعلموها ان شاء الله مني، وبجد يعني هاخد كده يعني تشجيعات منكم ان شاء الله. بس هغسل بقى كل حاجة. عايزة تحطي كمان بصي لا بالذات الكوبايات تنفع قوي مع الكرور يا بنات عشان خاطر بتخليها كده تلمع. اما المعالق والشوك ان شاء الله عايزة اعملها معاكم برضو شوية كربوناتو مع خل مع كام عصرة ليمونة كده. يا سلام. سلام على الجمال، بيخلي المعالق والشوك تلمع كده اكنك لسه فاتحاها. فان شاء الله عايزة اعملها معاكم. شجعوني كده عشان خاطر ايه نحط كده في طبق كده ونحط بقى المعالق والحاجات دي. يعني نغسل المعالق مع بعض والشوك برضو يعني ما نسيبهمش برضو بالسلكة كده ونحطهم شوية يتنقعوا كده بخل وكربوناتو. بصوا هينوروا كده. ينفع برضو ان احنا نحط كمان اللي هو يا بنات عارفين الحاجات اللي متعلقة دي اللي هو قولوا معايا انا بنسى اسمها بصراحة. طقم التوزيع. طقم التوزيع دوت بجد بيتحط برضو مع خل وليمون وشوية صابون سائل وتسيبيهم شوية بقى تلاقي بقى الستانلس معاكي بيلمع. بس هشطف بقى كل المجات وكل الكوبايات كويس كويس. اهو بصوا الكوباية عسل ازاي.
طبعا انا عندي الجلافز مقطوع، بس ان شاء الله عايزه اغيره باذن الله، اجيب لي واحد جديد. بس بصوا انا بنشف طبعا الكوبايات كويس عشان خاطر احطها بقى ايه في المطبقيه وهم ناشفين، عشان ما ينزلوش ميه، وانا لسه طبعا غاسله المجرى. بس كده. كمان هاخد الرف بتاع المجات ده، اديله غسله محترمه. بجد بقى لما الواحد ياخد الحاجه كده ويغسلها كده غسله محترمه كده، بتبقى الحاجه زي الفل. الحاجه كده تبرق معاكي وتبقى زي عسل كده، نظيفه كده وجميله. اللهم بارك، ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، اللهم امين. بس كده. بصوا هوريكم كمان المجات من جوه عسل، نظيفه نظافه. بصوا. طبعا انا بيبقى عندي كده اسمرار كده من جوه، بس لما بعمل الطريقه دي يا بنات يا لهوي، بيبقى المجات بصوا لسه جايباها من الكرتونه. بس كده. بصوا كمان هنا نشف، وبصوا يعني خليته بصوا نشف خالص من الميه ولمعته، بقى ما شاء الله اكنك لسه جايبه المطبخ الالمونتال او الخشب. يعني حاولي ان انت برضو لو عندك خشب تلمعيه كده وتظبطيه وتحطي مفرش كده حلو، عشان خاطر بقى ترتبي فيه كل حاجه. بس انا عندي بقى في ناس بتيجي تقول لي يا بيرو انت مدخله المعالق فين؟ طب احنا عاوزين معالق، انت مدخله كل حاجتك جوه المطبخ ليه؟ بقول لهم انا ما بحبش حاجات كتير على الرخامه، ما بحبش الزحمه. انا كده. بيرو ما بتحبش الزحمه. انا ان شاء الله هعمل معاكم شويه تجديدات كده، بس في نفس الوقت ما فيش زحمه ان شاء الله. هعمل معاكم تجديدات كذا مرة بإذن الله. يعني في مرة هجيب فيها حاجات، وفي مرة هجيب فيها حاجات تانية ان شاء الله. بس في ان شاء الله فيديو ينزل قريب تجديدات بقى ومشتريات، يعني عايزة ان شاء الله اظبطها كده. بس هنا برات بقى هنا، يعني بصوا لما اكون بقى عندي مزاج كده بكون. بس كده انا خلصت كده، فاضل لي بقى ايه احط هنا الطباق. وعايزه اقول لك حاجه، لو انتي حاطه في دماغك ان انتي كل شهر هتعملي ضرفه من الظرف دي، ما تكسليش. ليه بقى؟ عشان خاطر هتكسلي هتلاقي المطبخ معاكي يعني بصي مبهدل ومكركب، وكل ده هيجي على دماغك انتي. اما لو انتي هتحطي في دماغك ان انتي ترتبي كل شهر ضرفه زي ما قلتلك كده، هتلاقي المطبخ بتاعك فل شمعة منورة. طبعا لو هيفرق معاكي يبقى تمام، لو مش هيفرق معاكي يبقى خلاص بقى هتلاقي المطبخ بتاعك عادي. في ناس بتشوف النظافة شيء يعني متعب، بس بصراحة النظافة ديت شيء مريح جدا جدا جدا، وبيخلي الواحد كده يعني عنده طاقة وباور. انا بالنسبة لي اللهم بارك عندي النفسية ديت في النظافة. لما اكون واقفه كده في مطبخ نضيف زي الفل بعمل اكل بصوا بمزاج كده. لما اكون واقفه في مطبخ مش حلو، لا احس ان انا بصوا يعني قرفانه وزهقانه والكلام ده كله. لما بروح عند حد يعني فالواحد مش عايز يتكلم، بس فايه خلينا في مطبخنا تمام. بس كده. فربنا يدي للناس جميعا الصحه وتعمل حتى لو ضرفه واحده زي ما قلت لكم. واهم حاجه في الالوان المطبخ نضيف، لازم يبقى المطبخ معانا نضيف وزي الفل، ولازم مسحه. وبكده اكون خلصت الفيديو معاكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وما تنسوش اللايكات. مع السلامه، باي.